السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بإذن الله هنعمل الباك اند اي بي اي للنيوز اب، وهنستخدم في التولز بتاع سيمبل كود اوبريشن. هيكون عندنا تلاتة تيبلز أساسية، تلاتة تيبلز أساسية عندنا. البانرز، وهيكون فيه الايمج يو ال والنيم بتاع البانر. الكاتيجوريز ما يكون فيها نيم بس، وطبعا كل الحاجات دي مع الاي ديات بتاعتها. والنيوز او الخبر نفسه هيكون فيه image URL وتايتل واوثر وديت وديسكريبشن. حاجة كمان هنقدر كمان نعملها، هي هنعمل الاوثنتيكيشن. يبقى كمان هيكون في عندنا كمان تيبل يوزر، هيكون في الاوثنتيكيشن اللوج ان والساين اب واللوج اوت. ده المشروع بتاعنا دوت نت بروجكت، مستخدمين فيه دوت نت 8. ده اللي مستخدمين فيه الكنترولر، وهنكريت نشتغل بإذن الله على أسلوب الكلين اركتكشر. طيب، احنا هنقسم المشروع بتاعنا لأكتر من مشروع. اكشلي احنا عندنا هنا الاب اي بي اي اب اللي هو بيكون فيه الكنترولرز بتاعتنا، وهنعمل مشروع للانفراستراكشر اللي هيربط بالداتابيس بتاعتنا، وهنعمل مشروع كمان للدومين اللي هيكون فيه الانتيتيز بتاعتنا والدي تي او بتاعتنا كمان. وهيكون عندنا بروجكت تالت هيكون اسمه البروجكت هاندلر، اي بي اي هاندلر. ده اللي احنا هنهندل فيه الفانكشنز والحاجات دي كلها عشان نبدأ بإذن الله نستخدم الهاندلر ده في الكنترولرز بتاعتنا. أول حاجة عشان احنا ما عندنا سوليوشن، فنستفاد من ميزة السوليوشن اللي عندنا ونبدأ نكريت نيو بروجكت. أول بروجكت عندنا خلينا نكريته وهو يكون من نوع كلاس لايبراري. هنسميه والله نيوز اي بي اي دوت، وخليه نسميه دومين. تمام. طيب برضه هيكون بالدوت نت 8، وهو ادي اول مشروع معانا. تاني مشروع هيكون برضه كلاس لايبراري، وده هيكون نيوز اي بي اي دوت، هيكون معانا الانفراستراكشر. تمام. وهندوس نيكست برضه هنستخدم دوت نت 8، وهندوس نيكست برضه هنستخدم دوت نت 8. المشروع الأخير اللي هيكون معانا هو ال API Handler، وهنروح هنا للاد، هنروح ندوس New Project Class Library برضه، هيكون اسمه News API App Handler وكريت. دلوقتي دي كلها مشاريع منفصلة تحت السوليوشن بتاعنا. المشاريع ديت ازاي هنقدر نربطها؟ خلينا دلوقتي احنا عندنا دي كلها مشاريع منفصلة، هما كلهم تحت نفس السوليوشن. لما تيجي حتى تبص هنا كلهم تحت النيوز اي بي اي. تمام. فاحنا هنظبط الموضوع ده ازاي؟ كلها نفس تحت السوليوشن بتاعنا. طيب هنبدأ نستخدم حاجة جميلة جدا في الدوت نت بتقدم لنا، اسمها لما نيجي هنا نروح اسمها dependencies. هنبدأ هنا ناد project reference على اساس ان نقول ان والله المشروع ده مثلا مشروع النيوز اب اي بي اي، هو بياخد الكلاس او الحاجات اللي جوه البروجكت بتاع الاب هاندلر او بتاع الاب دومين. طيب مش من الطبيعي ان احنا نربط كل المشاريع ببعضها. يعني مثلا مش طبيعي ان انا اعمل التلاته تشيك كده، الا لو في حاله ان انا هستخدم التلاته بروجكت من المشروع ده، فبالتالي انا هقدر استخدم الحاجات دي كلها. طيب ايه هيستفاد بايه وايه هيستخدم ايه من كل؟ اول حاجه هنبدا فيها عندنا ان هنبدا نيجي نعمل الاد بروجكت ريفرنسز. طيب هنبدا باول حاجه، هل الدومين احنا قلنا هنستخدمه في ايه؟ والله الدومين هنستخدمه ان احنا نعمل فيه الانتيتيز والدي تي او. طيب هي الانتيتيز عشان اكريتها اللي هي التيبلز عشان اكريتها في الكلاسز، وكمان الدي تي او عشان اكريتها في الكلاسز. هل هي هتكون محتاجه حاجه من المشاريع اللي زي كده؟ لا. فبالتالي الدومين مش هيحتاج ياخد اي حاجه من الاب هاندلر ولا من الانفراستراكشر ولا حتى من الاي بي اي اب بتاعتنا. نيجي نروح للانفراستراكشر. الانفراستراكشر هو انا باخد فيه الانتيتيز بتاعتي، وابدا اقول له الانتيتيز ديت حطها لي في السيكوال سيرفر مانجمنت بتاعتنا، ونقول والله لو في ريليشن نكتبها والحاجات دي كلها. فبالتالي هل هو هيستخدم ايه من البروجكتس اللي عندنا؟ هيستخدم والله الدومين بروجكت. نقول له اوكي. تمام. يبقى كده لما نيجي نروح هنا تاني بعد البروجكت بروسيس هنلاقي ان علامة صح محطوطة على الدومين.
طيب نروح على الاب هاندلر. الاب هاندلر هيستخدم ايه من المشاريع عندنا؟ الاب هاندلر هو ببساطة هيهندل الكونتكست بتاعي، الانفراستراكشر بتاعي، تمام، علشان بياخد منه حاجات هيبدأ يستخدمها عنده هو علشان يبدأ ينادي يعمل الكارد اوبريشن بتاعت المشروع، تمام. وفي نفس الوقت برضه هيحتاج يستخدم الانتيتيز وكمان الدي تي او اللي احنا هنكريتها. فبالتالي هو هياخد الانفراستراكشر وهياخد الدومين. نقول له تشيك. طيب نيجي للنيوز اب اي بي اي. النيوز اب اي بي اي في الديبندنسيز بتاعتها هيحتاج الاب هاندلر عشان ببساطة هيبدأ يبقى ياخد الفانكشنز اللي احنا بنجهزها له والكلاسز اللي احنا بنجهزها له ويبدأ يستعملها. طيب جميل، نروح للدومين. بطبيعة الحال ان هو كمان هبدأ اديله entities والدي تي او بتاعتي علشان يبدأ ان يخزنها عند في الكنترولر في الاستعمال بتاعتها، وكمان هنبدأ نحتاج ان احنا نعرفها في البروجرام دوت سي اس. اما بالنسبة للانفراستراكشر هيحتاجوا برضه في ناحية ان احنا كمان ان احنا نقول الانفراستراكشر ديت تشتغل في البروجرام دوت سي اس بتاعتنا. هنبدأ ننزل الباكجز اللي احنا هنستخدمها. في عندنا في البروجكت بتاع الدومين هنستخدم الايدنتيتي دوت انتيتي فريم ورك. طيب الايدنتيتي دوت فريم ورك ديت هي الباكج ديت هتفيدني في ايه؟ هيخليني مثلا اعمل ايه في المشروع بتاعي. الايدنتيتي دي هتخليني ان انا ابدا ان انا يكون عندي الباكج بتاعت اليوزر بتكون فيها كل الخواص بتاعت اليوزر، مش كده بس، هي كمان بتساعدني في عملية اللوجين وعملية كمان الساين اب. فهننزل الايدنتي، هو بينزل على اخر فيرجن اللي هو الدوت نت 9، ولكن احنا بنشتغل على البروجكت بتاعنا دوت نت 8، فنختار اخر فيرجن من دوت نت 8 ويندو. اقول له هنا اي اكسبت وبس تكون نزلت عندنا هنا الباكج. هنا الباكج بتاع الدومين تمام. طيب احنا عندنا ايه باكجز تانية؟ عندنا في الانفراستراكشر الباكج اللي هنستخدمها علشان نبدأ نتواصل مع الداتابيز بتاعتنا. فهنفتح نيو جيت باكج ونسيرش على SQL، هي دي. هنختار برضو آخر فيرجن من الفيرجن 8 دي 8.0.14 ونعمل له كمان انستوليشن. نقول له هنا اكسبت عشان بيحمل. طيب في الاب اي بي اي بتاعتنا هنستخدم الايدنتيتي يو اي السيكوال سيرفر والانتيتي فريم ورك دوت تولز برضه. هنروح للاي بي اي بتاعنا اب بتاع الكنترولرز، نروح برضه للنيو جيت باكج. اول حاجه احنا هننزلها هي السيكوال سيرفر، هننزل الفيرجن 8. نيجي نقول له برضه اي اكسبت. نيجي برضه هنا في الاب اي بي اي هنا هننزل برضه باكج كمان، الباكج اللي هي بتاعت التولز نفس الموضوع فيرجن 8. اخر باكج عندنا هي الايدنتيتي دوت يو اي، هنكتب هنا الباكج اللي احنا هنستخدمها هي مايكروسوفت دوت اس بي دوت كور دوت ايدنتيتي دوت يو اي. هنستخدم برضه نفس الموضوع فيرجن 8.0.14. اي اكسبت. تمام كده احنا نزلنا الباكجز كلها اللي احنا محتاجينها. هنبدأ دلوقتي نشتغل على الدومين ونبدأ نقول ايه هي الحاجات اللي احنا هنبدأ نستخدمها، ايه هي الحاجات اللي تكون عندنا والحاجات دي كلها. اول حاجة احنا هنبدأ نعملها هنشيل طبعا الكلاس اللي موجود جوه الدومين عشان هنبدأ نكريت فولدراتنا. تمام، اول فولدر عندنا هيكون اسمه identity، هيكون اسمه identity. طيب تاني فولدر احنا هنعمل فولدر تاني هيكون اسمه app entity، وده هيكون خلينا نديله اسم احسن بدل identity بس identity entity. جميل جميل. طيب دولت اللي هيكون جواهم الانتيتيز اللي احنا نبدأ نعملها. خلينا نبدأ ب الايدنتيتي انتيتي. هنعمل ببساطة هنسمي التيبل بتاعنا هنسميه account. تمام حلو.
اول حاجه ده هيكون بابليك لان انا هبدا استعمله بعد كده بره في بروجكتس تانية. جميل. هبدا اقول له حاجه، انت هتبدا تكستند من الباكج بتاعتنا اللي هي الايدنتيتي يوزر، والباكج ديت هي هتديني كل البروبرتيز اللي انا محتاجها بتاعت اليوزر. طيب انا محتاج اضيف حاجه جديده، والله خلينا نقول مثلا ان احنا محتاجين نضيف ال created add، فدي هتكون date time، ودي هنسميها create add. طيب هل انا عايز اخد كوم ديفولت اللي هيكون date time دوت ناو ونعمل سيميكون. طيب تمام، في حاجه تانية انت عايز تديها لايدنتيتي يوزر؟ لا. طب هو كده ايه ده؟ طب فين الايميل، فين الباسورد، فين اليوزر نيم؟ كل الحاجات دي هنشوفها في التيبلز بتاعتنا في السيكوال سيرفر مانجمنت. طيب نروح للاب انتيتي. الاب انتيتي احنا هيكون عندنا الحاجات اللي هتكون كومن، فهنسمي اسمه البيز انتيتي. ايه البيز انتيتي ده وده اهميته ايه وانا هستفاد بيه؟ ده ببساطه كده، احنا دايما بيكون عندنا في التيبلز عندنا بيكون عندنا بروبرتيز ثابته زي الاي دي، تمام. وكمان عندنا هيكون عندنا البروبرتي بتاعت الكرييتد اد اللي هي بتاعت الديت تايم ناو، تمام. created add ودي برضه بتاخد الديت تايم دوت، تمام. دولت بيبقوا ثابتين عندي في كل تيبل انا هكريته بعد كده جوه الاب انتيتي. انا هستعمل جواه الاي دي بروبرتي الاي دي، وهستعمل جواه الكرييتد اد. فبدل ما كل شويه اجي اجي اكتب التو بروبرتيز دولت، خلاص انا اكستند من الكلاس ده وبقى عندي دولت اتنين دولت موجودين جاهزين عندي. طيب هنبدا باول تيبل عندنا وهو تيبل البانرز، تمام. وتيبل البانرز ده هيكون جواه تو بروبرتيز اونلي mgrl ونيم اللي هيكون اتنين من نوع string. هنيجي هنا نعمل كلاس جديد وهنسميه banners، هيكون public. ماشي. البانرز هيكون extend من البيز entity، تمام. وبعد كده هضيف له النيو بروبرتيز بتاعتي الا وهي السترنج الاولى اللي هيكون فيها الايمج URL. انا عندي بروبرتي تانية، عندي بروبرتي تانية الا وهي هيكون النيم بتاعي. جميل. طيب عندنا ايه تيبل كمان عايزين نكريته يا باشمهندس؟ عندنا الكاتيجوريز. خلينا اوكي الكاتيجوري، حلو كده. ده تيبل الكاتيجوري بتاعي. تيبل الكاتيجوري بتاعي هيكون في ادي كده add new class category. طبعا نخلي السيكوال علشان النيم برضه هي extend من البيز entity بتاعتي، والكاتيجوريز هيكون عندها برضه one property اللي هي النيم فقط. فنيجي نعمل property وهنخليها من نوع string وهنسميها. جميل جدا. نيجي عندنا تيبل بتاع النيوز. اوكي نيو كلاس نسميه نيوز، نكتب هنا public، ننزل هنا enter base entity. جميل. هيكون عندي ايه البروبرتيز اللي موجودة عندي؟ هيكون عندي image URL title author
date description. طيب عندنا كام نوع من انواع السترنج؟ ادي 1 2 3 4، وده بياخد الديت وده برضه هياخد الديت تايم دوت ناو، date of creating the news يعني. تمام. فاول property عندنا هتكون من نوع string، وهسميها والله هسميك التايتل. تمام. هيكون بعد كده عندنا الauthor، مين قال الخبر. هيكون عندنا كمان الimage URL، وهيكون عندنا الديسكريبشن. جميل. اخر حاجه بقى هتكون property جديده، هتكون من نوع date type، ودي هتكون news date، ودي by default خليها تاخد برضه date time دوت now. كده احنا خلصنا كل الانتيتيز اللي احنا هنستخدمها في البروجكت بتاعنا. بعد ما ان احنا سجلنا الانتيتيز بتاعتنا في التيبلز، دلوقتي هنبدأ نخش للمرحلة اللي بعدها ان احنا نروح للانفراستراكشر، وفي الانفراستراكشر هنبدأ نعمل ان احنا نبدأ نضيف الحاجات دي للداتابيس بتاعتنا. طيب هنعمل نفس الموضوع برضه، هنكريت 2 فولدر، واحد هيكون اسمه اب انفا، اختصار الانفراستراكشر، وهيكون برضه عندنا واحد تاني هيكون ليه identity انفا هو كمان infrastructure. طيب جوه كل واحد هيكون ليه الكونتكست اللي احنا نعمل فيه، وكمان هيكون نعمل فولدر للمايجريشن بتاعتنا. طيب يبقى احنا كمان جوه كل واحد هنكريت فولدر هنسميه migrations، هنبدأ جوه الاب انفا هنبدأ نعمل الكلاس بتاعنا. في على فكرة اختصار جميل جدا، بدل ما احنا بنخش على رايت كليك اد مكان كلاس، ممكن ندوس هنا على الملف اللي احنا عايزين نحط فيه الكلاس بتاعنا، شيفت مع F2 هيك يطلع لك الشاشة ديت، تكتب فيها اسم الكلاس اللي انت عايزه، وهنسميه اب كونتكست. تمام. وهنا احنا عملنا الكلاس بتاعنا، طبعا ده هيكون public. والاب كونتكست دلوقتي احنا عايزين نتعامل مع السيكوال سيرفر علشان نبدأ نستخدم الداتابيز، ونبدأ نضيف التيبلز بتاعتنا للداتابيز. فاحنا نكستند من كلاس اسمه db context. تمام. طيب جميل. طيب الاب كونتكست هنحتاج نعمل له ان هو كمان يكون ليه اوبشنز. طيب عشان نعمل الموضوع ده هنروح ننادي على الكونستراكتور بتاعه، نكتب ctor، وكده احنا عملنا له اب كونتكست، عملنا له كونستراكتور. احنا هنا نكتب دلوقتي الدي بي كونتكست اوبشنز بتاعتنا، وجوه الدي بي كونتكست اوبشنز هنرجع له الكلاس بتاعنا اللي هيكون فيه الكونتكست، اللي هو هيكون في الحاله دي الاب كونتكست بتاعنا، وهنسميها اوبشنز. الاوبشنز اللي احنا عملناها ديت عايزين نرجعها كمان للبيز بتاعنا، فهنا في البيز هرجع اقول له خد الاوبشنز بتاعتك تاني. تمام. حلو، عملنا الكونتكست، عملنا الاوبشنز، يلا بقى نبدا نضيف الداتابيز بتاعتنا. علشان نبدا نضيف الدي بي التيبلز بتاعتنا نبدا نستخدم البروبرتيز، وجوه البروبرتيز هنبدا نقول دي بي سيت، انا عايزك تضيف من التيبل اللي اسمه
عندنا ايه يا ترى؟ نبدأ بأول تيبل عندنا في الاب، هنبدأ بتيبل البانرز. تمام، هنقول له عندك في تيبل البانرز انا عايزك تضيف لي تيبل هتسميه بانرز، وهيكون اسمه برضه في الداتابيز اسمه بانرز. فكرة الاسم ده انت ممكن تغيره، هو نفس الاسم اللي بيشاور على الكلاس، بس انت في الاغلب انت بتعمل الاتنين نفس الاسم. انت ممكن تغير تحط الاسم اللي انت حابه. هنا هنغير من بانرز هنخليها كاتيجوري، والكاتيجوري برضه هنخليه اسم التيبل بتاعته كاتيجوري. طيب جميل، اخر تيبل معانا هو تيبل النيوز. جميل. طيب كده احنا يعتبر ضفنا كل التيبلز بتاعتنا من الاب في الاب انفو او في الاب كونتكست بتاعي. طيب حد يجي يسألني سؤال، احنا ليه يا باشمهندس قسمنا الايدنتيتي كونتكست والاب كونتكست كل واحد فيهم لوحده؟ ليه ما عملناش ان كمان التيبل بتاع الاكونت يكون في الاب كونتكست وخلاص ونرفعه؟ دلوقتي لما بيكون عندي اكتر من تيبلز، تمام، وخصوصا للاب وخصوصا كمان للايدنتيتي، وهيكون فيهم عمليات ريليشنز. مثلا خلينا نقول على سبيل المثال ان احنا حبينا ان احنا نقول للبنص ان البنص دي هيكون ليها ريليشن مع الكاتيجوري. ففكرة ان انت تيجي هنا في الاو في نقول موديل كرييتنج، لما يجي نكريت الكلاس بتاع الفانكشن بتاع الاون موديل كرييتنج، خلينا نقول حتى اوريكم مثال هنا في الفانكشن بتاعت الاون موديل كرييتنج. حلو، انا عملت هنا ريليشن بتاعت التيبلز اللي موجودة عندي. هل من الطبيعي ان انا كمان اجي اعمل الريليشن بتاعت الاكونت؟ خلينا اوريكم مثال من الريليشنز بتاعت الاكونت. ادي هنا بكتبها، بالتالي هيكون كل حاجة محطوطة في سلة واحدة. ده بالتالي مش هيكون واضح، مش هيكون مقسم. فالافضل ان احنا نقسم لكل حاجة يكون لحاجتها. المشروع هيكون ليه الكونتكست بتاعه بالريليشن بتاعته اكتب فيها براحتي، والاكونت والايدنتيتي يكون ليها برضه انفراستراكشر خاصة بيها، يكون ليها كونتكست خاص بيها، يكون ليها حتى مايجريشن خاصة بيها، ويكون حتى ليها ريليشن برضه خاصة بيها اقدر اكتبها لوحدها وتكون مريحة كده وايه شكلها اوضح. طيب تمام، هنيجي هنا لل عشان اتاكد ان انا مسجل. هنيجي نروح على الايدنتيتي انفا، نيجي ندوس عليها نقول شيفت F2 وهنسمي الكلاس بتاعتنا هنسميه identity context وندوس add. هنقول له هنا public. طيب احنا كنا في الاول بنستخدم الدي بي كونتكست علشان نبدا نربطه بالسيكول سيرفر مانجمنت، ولكن احنا عندنا في الايدنتيتي باكج اللي احنا استعملناها في برضه identity دي بي كونتكست، ده يكون خاص للايدنتيتي بتاعتي. طيب ده هياخد مني ايه؟ والله ده هياخد مني الكلاس بتاعي اللي هو الاكونت، اللي هو ده هيكون فيه الحاجات بتاعتي الايدنتيتي دي بي كونتكست بتاعتي، واديت له الاكونت. طيب جميل. طيب نيجي للمرحله اللي بعدها. مرحله ايه؟ نفس الموضوع برضه هنعمل كونستراكتور. في الكونستراكتور برضه هنديله، في الكونستراكتور بتاعنا هنديله برضه دي بي كونتكست اوبشنز، وهديله اسم الكونتكست بتاعي اللي هو identity context. تمام، وهسميها options، وهروح للبيز اديله الاوبشنز اللي هو عايزها وشكرا. طيب هنيجي هنا برضه هعمل الدي بي ست بتاعتي للاكونت وهسميها برضه account. جميل جميل جدا. هو هنا زعلان unexpected، احنا مش عاملين قفلة كمان، مسحناها بغلط. اوكي تمام تمام. طيب جميل. طيب
بعد ما احنا عملنا الانفراستراكشر بتاعتنا، دلوقتي هناخد الانفراستراكشر ديت ونروح نعرفها في البروجرام دوت سي اس بتاعنا جوه النيوز اب اي بي اي جوه ملف البروجرام دوت سي اس، علشان نبدا نقول ان احنا والله عندنا ده هيكون الاوثنتيكيشن وده هيكون الاب بتاعنا تيبلز. يلا ضيفهم لي على الداتابيز. وكمان هنحتاج في الاب سيتنجز دوت جيسون هنبدا نكتب كمان الباث بتاعه عشان يوصل لي السيكوال سيرفر مانجمنت بتاعتنا. احنا هنا جوه البروجرام دوت سي اس بتاعنا هنبدا دلوقتي نكتب الاد بي كونتكست بتاعتنا للايدنتيتي وليه كمان الاب كونتكست، وهنعرف ايه الايدنتيتي بتاعتنا ان هي دي الايدنتيتي كونتكست. وفي نفس الوقت هنكتب هنا في add app.use authentication عشان نبدأ نستخدم authentication بتاعتنا. أول حاجة نكتب هنا نقول له builder dot service، نقول له ايه احنا عايزين نقاد ايه. والله احنا عايزين نقاد الدي بي كونتكست بتاعتنا. نيجي هنا اقول له add دي بي كونتكست. ايه اول كونتكست انا عايز اضيفها؟ نقول الاب كونتكست، وهو قاري الاب كونتكست بسبب ان احنا المفروض نغير الاسم. طيب add دي بي كونتكست، تمام. ونيجي هنا نسميه برضه، نغير اسمه نسميه app دي بي كونتكست، نعمل الاسم هنا كمان، وهنا برضه الاب دي بي كونتكست، تمام. نرجع لهنا للبروجرام دوت سي اس، خلاص هتلاقي ان هو اتعرف عليها ما عندوش مشاكل. هنا في الكونكشن سترينجز بتاعتنا انا حطيت هنا الديفولت كونكشن والاب ايدنتيتي كونكشن على اساس ان هو برضه ايه يكون كل واحد فيهم ليه مكان في الداتابيس كتيبل يكون خاص بيه لوحده او داتابيس خاص بيه لوحدها. هنيجي نقول هنا ايه نيوز اي بي اي، وهناخد نفس الاسم ده نيوز اي بي اي دوت ايدنتيتي، ده يكون لليوزر والحاجات الخاصة باليوزر. حلو. هنا ده الكونكشن سترينج بتاعتي، سيرفر اسم اللابتوب، سيكوال اكسبريس، اللي هو يكون تراست كونكشن، مالتيبل اكتيف ريزلت سيتس، الحاجات دي كلها. تمام. نرجع تاني للبروجرام دوت سي اس. هاجي هنا اقول له انا عايز والله اعمل اوبشنز. هاجي هنا اقول له عايز اعمل اوبشنز، اقول له هنا الاوبجكت بتاعتي دوت يوز سيكوال سيرفر. السيكوال سيرفر اللي انا عايز اعمله انا هنادي عليه، بس هنا هيكون ان انا عايز اكتب الكونكشن سترينج بتاعتي. احنا عندنا هنا كونكشن سترينج مكتوبه فين؟ مكتوبه والله جوه الاب سيتنجز. طب عشان ندرس الاب سيتنجز اقول له builder دوت configurations. جوه الكونفيجريشنز بتاعتك، جوه الكونفيجريشن عايزك تجيب لي والله الجيت كونكشن للسترينج بتاعك اللي اسمه بس القوس بتاع السترينج بتاعتي. طيب ايه هو الاسم؟ والله هو هنا جوه connection strings جوه الديفولت كونكشن هكتب له الديفولت كونكشن بتاعتي. خلينا ناخد الموضوع ده كوبي بيست عشان دايما يكون الاسم ايه واضح، ما يكونش فيه غلطة كتابية كده ولا كده، عشان نتفادى اي غلطة كتابية. طيب هنعمل نفس الموضوع لل identity فين؟ هو كان اسمه identity context عادي جدا. اوكي هو في اساسا يبقى احنا برضه هنا برضه هنعمل نفس الموضوع identity دي بي context اسمها كارة 3 مرات هنا علشان ما يزعلش، وكمان هنرينيم الاسم عشان يكون اسمه برضه واضح لينا. وهناخد برضه الاسم الجديد هنروح بيه هنا IDDB context. ال IDDB context مش عارف عشان هو جوه هنا. تمام كده تمام.
طيب هل هو هيكون على الديفولت كونكشن؟ لا، احنا خلاص بقى نغيره، هنخليه هو على ال اب ايدنتيتي كونكشن. هنبدأ هنا نضيف. طيب جميل. طيب انا عايز اعرف كمان السيستم عندي ان ده هو الايدنتيتي بتاعتي، ده اللي هيكون فيه الايدنتيتيز الخاص بتاعتي. دلوقتي انا عايز ابدا اقول ان الاب دي بي كونتكست بتاعي تمام هو الايدنتيتي. فببساطه هعمل هنا عند البيلدر دوت سيرفيسز دوت اد ايدنتيتي، هديله هنا الاكونت واقول له الاكونت اللي هو الكلاس بتاع الاكونت بتاعي اللي هو كان هنا اللي هو ده، بقول له ان هو بيشاور على identity role وان هو ده ال identity framework stores لل identity DB context وبس. طيب جميل كده، احنا تمت الاضافة بتاعت البيلدر وعرفنا السيرفيس بتاعتنا وعملنا ربطناها بالكونكشن سترينجز. دلوقتي هنبدأ نرفع المايجريشنز بتاعتنا. هنا في ال news api infrastructure في ال package manager console نكتب add migration، هنديله الاسم المigration بتاعتنا اللي هي هتكون initial create app للcontext الاب دي بي context بتاعتنا. احنا عايزين يكون المخرج او ملف المigration بتاعنا هيتكتب جوه جوه ملف الاب انفا، جوه ملف الفولدر بتاع المigration وندوس build succeed. تمام، كتب لي الملف. حلو، هنيجي هنا نقول له update data base. تمام، واقول له للكونتكست app db context ون هات انتر. تمام كده، لما نيجي نروح هنا للداتابيز بتاعتنا ونقول له هنا connect، نقول له ايه هي انواع الداتابيز الموجوده، هندور على النيوز، ادي النيوز اي بي اي جوه التيبلز، ادي التلاته تيبلز بتاعتنا. نيجي هنا select، ادي التيبلز اللي احنا كتبناها بالايدنتي بالكرييتد اد بكل حاجه احنا حطنا. طيب جميل، هنيجي نعمل نفس الخطوات بس المرة دي بدل من، خلينا نكتبها من الأول حتى عشان تكون هنقاد migrations. المigration ديت هتكون باسم initial create identity للcontext. خلينا ناخد برضو اسمها copy identity db context عايزها برضو يكون موجودة جوه فولدر. خلينا ناخد copy slash migrations برضو ناخده copy وهنا هندوس انتر build succeed. تمام، ضاف لي الرولز بتاعتي والاس بي دوت نوت رولز بتاعتي. طيب هقول له حلو الكلام ده، انا عايزك تابديت الداتا بيز للكونتكست. اسم الكونتكست هيكون identity db context وانتر. هنا الايرور ده اللي بيطلع لي بيقول لي عندك مشكله في التراستد. المشكله ديت هنحلها بان احنا نروح للاب سيتنجز، هنا هنقول له تراست سيرفر سيرتيفيكيت بتوعه وهنضيف اللاين ده هنا كمان. طيب خلينا نجرب نقف. كده اترفعت الداتابيز بتاعتنا للملف للسيكوال سيرفر. لو احنا هنا عملنا ابديت نلاقي، لو جينا احنا هنا عملنا هنا داتابيز وعملنا فين ريفرش كده، عملنا ريفرش ادي نيوز اي بي اي ايدنتيتي جوه التيبلز بتاعتنا. هنا هنلاقي عندنا الرولز الكليمز اليوزرز، ادي التيبلز بتاع اليوزر بتاعنا. واقول له لو انا عايز سيلكت هنا توب 100، هنلاقي الحاجات اللي احنا عملناها الكرييتد اد، اليوزر نيم، النورماليزيشن، الايميل، الباسورد، هاش، كل حاجه احنا محتاجينها. جميل، احنا كده
قدرنا نعمل ان احنا قدرنا نضيف الايدنتيتي بتاعتنا ونقدر نضيف الداتابيز بتاعتنا للسيكوال سيرفر مانجمنت. الخطوه اللي جايه هنبدا نجهز بقى الهاندلر بتاعنا علشان نبدا نهندل فيه الحاجات دي كلها، ونبدا نهندل فيه الحاجات الخاصه بالداتابيز عشان نبدا نعمل الكارد اوبريشن بتاعتنا. طيب اختصارا الوقت، انا عملت في الاي بي اي هاندلر، الاب هاندلر، عملت فيه الملفات اللي احنا هنبدا نستخدمها في المشروع بتاعنا. اول ملف عندنا هو الايرور هاندلر. الايرور هاندلر ده هيكون فيه الهاندلنج بتاع الاكسبكتيشن ريسبونس من ناحيه ديتيلز، من ناحيه ستاتس كود، مسج والحاجات دي كلها، كمان من ناحيه الاي بي اي ريسبونس بتاعنا، وكمان من ناحيه الفاليديشن ايرور ريسبونس. جميل جميل. الرابر هيكون نفس الفكرة، هيكون هاندلنج للنوع الريزلت اللي بيطلع لي في ال API. بقدر من خلاله ان انا بهندل الموضوع ده، سواء في حالة الفيل سواء في حالة الفولس. هو عبارة عن كلاسز كده فيها response success، سواء انا عايز ارجع مسج بس، عايز ارجع داتا بس، عايز ارجع الاتنين مع بعض، كل حاجة انا عايز ارجعها بقدر ارجعها من خلال الرابر بتاعي. نيجي للفولدر اللي مليان ديتيلز كتير، هو فولدر الجينيركس. الجينيركس هيكون جواه اليونت اوف ورك والجينيريك ريبوزيتوري. جواه الجينيريك ريبوزيتوري هيكون في الكارد اوبريشن بتاعتي اللي هي الجيت باي اي دي، جيت اول، اد اسync، ديت اسync، وابديت. طيب اما اليونت اوف ورك عندي هيكون فيها الكومبليت اسync. الاي يونت اوف ورك هيكون فيها الانترفيس بتاعت الكومبليت اسync، والريبوزيتوري بتاعتي هيكون ميكستند طبعا من البيز انتيتي. الجينيريك ريبوزيتوري جواه هنا انا اكيد برضو استعملت الموضوع عادي جدا، استخدمت الدي بي كونتكست بتاعتي من الاب دي بي كونتكست، وعملت الكارد اوبريشن بتاعتي كلها. وفي اليونت اوف ورك قلت له خلاص عندك الكومبليت اسync عشان يتسيف تشينجز، وعملت الديسبوز اسync عشان برضو اقدر اوقف ان هو يقرا من الداتابيز، واعمل برضو هنا ان انا اقول له ان هنا ريبوزيتوري خلاص بيقدر يقرا من الجنريت ريبوزيتوري. فبالتالي كل كلاس عندي او كل تيبل عندي، سواء من البانرز سواء من نيوز وكاتيجوري، بدل ما كل شوية احدد نوع التيبل، لا انا خلاص بديله هنا ريبوزيتوري اسم التيبل، وبعد كده اقدر اعمل استدعي اي نوع من انواع الكود اوبريشن بتاعتي اللي انا عايز استخدمها. تمام. طيب الحاجات دي ليها تعريفات في البروجرام دوت سي اس؟ ايوه طبعا اكيد ليها تعريفات. اول حاجه عندي هنا ان انا عملت سكوب ان الاي يونت فورك اليونت فورك علشان اقدر بعد كده استدعي الانترفيس دي واستخدمها عندي في الكنترولر. الاي بي اي behavior اوبشنز بتاعتي ان انا قدرت ان انا خلاص اخلي الايرورز بتاعتي تقرا وتكون ليها شكل كويس لان هي تظهر وما يكونش ليها مشاكل اللي هي الجلوبال ايرور هاندلنج يعني. طيب كده بسم الله هنبدأ نشتغل على الكنترولرز بتاعتنا. هنبدأ نكريت أول كنترولر اللي هو الأكونت كنترولر، هنبدأ نستدعي فيها الساين اب واللوج ان. دلوقتي احنا هنبدأ نعمل الكنترولرز بتاعتنا. احنا هيكون عندنا لكل تيبل هيكون ليه كنترولر خاص بيه. احنا هنعمل أول كنترولر عندنا هيكون اليوزر اكونت علشان نقدر نعمل الساين ان وريجستر، وبعد كده هنعمل الكنترولرز التانيين للانتيتيز بتاعتنا، زي البانر زي الكاتيجوري وزي النيوز. احنا هنشتغل على واحدة لأن كلهم في الأغلب نفس الحاجة، فاحنا هنشتغل على واحدة والباقي هيبدأ بنفس التكرار. طيب هنبدأ معانا في أول كنترولر، وهنا اد نيو كنترولر، وهتكون API كنترولر empty. أقول له اد. طيب اسمها ايه؟ أول واحدة هيكون اسمها user، نكتب عربي user account controller. جميل. نبدأ هنا نعمل ليه برضو، نبدأ نعمل له هنا constructor عشان نبدأ نعمل injections. طيب أول حاجة نبدأ نشتغل بيها هي من الباكج بتاعتنا. الباكج بتاعت الايدنتيتي بتدينا برضو خواص نقدر نتحكم فيها في الباكج اللي احنا حملناها هنا.
خلينا حتى نجيبها تاني. الباكج اللي احنا حملناها اللي هي ASP.NET Identity.UI بتديني الصلاحيات اللي انا اقدر استخدمها لل sign in، وكمان اقدر اتحكم في اليوزر بتاعي. اول حاجه هبدا اعملها هي اليوزر مانجر، وده كلاس هيكون موجود من الباكج اللي احنا حملناها، تاخد مني الانتيتي اللي انا هستخدم اللي هي في الحاله بتاعتي اللي هي account. ايوه، وهسميه هنا يوزر مانجر. طيب الباكج او الكلاس التاني اللي نبدا نستخدمه هو الساين ان. ساين ان مانجر، وبرضه نديله نفس الكلاس اللي هو الاكونت وهسميه ساين ان مانجر. طيب هبدأ بقى بكريت لكل واحد فيهم assign field، وهنا assign field. عشان اخلي بس ده شكل مميز هعمله بس هنا underscore، وهنا ده كمان underscore، وهبدأ اعدل هنا ناخد السبيس، وابدأ اعدل هنا، وكمان اعدل لي الساين مانجر بس كده. تمام كده احنا عملنا جهزنا كده الكنترولر ان هو نقدر نبدأ نعمل عليه الحاجات بتاعتنا. اول HTTP عندنا هتكون HTTP post، وهنبدأ نكريت الكلاس بتاعتنا. احنا هنا هنعمل public async task، والتاسك بتاعتي هتاخد I action result، وهدي جوه ال I action result اخليها بعدين. خلينا نكمل وهنسميها هنا register، وهنا هديله برضه ثواني بعدين. طيب ايه اللي احنا المفروض هنعمله هنا؟ احنا المفروض هنبدأ دلوقتي نكريت الدي تي اوز بتاعتنا. هيكون عندنا تو كلاس احط فيه الداتا اللي انا عايز اعرضها بعد كده، وكلاس انا عايز احط فيه الداتا اللي انا عايز اخدها. طيب انا في الريجستر اخد ايه؟ والله في الريجستر بتاعي انا عايز اخد اليوزر نيم والايميل والباسورد. تمام، وكمان انا عايز لما اخلص الفانكشن عايز ارجع له داتا، فالداتا اللي انا عايز ارجعها له هيكون فيها اليوزر نيم والايميل فقط. تمام. طيب هيبدأ نروح هنا في الدومين بتاعنا، هنبدأ نكريت نيو فولدر، اد نيو فولدر. النيو فولدر ده هيكون فيه اسمه DTOs. جميل. طيب هنكريت جوه ال DTOs أول فولدر بتاعتنا هنسميه user account DTO، وهنكريت جوه أول كلاس هسميه user DTO، وتاني كلاس هسميه register DTO. طيب هنا هخلي ده public، وهنا برضه هخلي ده public. نرجع في الريجستر هنا، هقول له والله انا عايز منك ايه داتا. نقول له اول حاجه عندنا انا عايز يكون عندك property هيكون اسمها ايميل، وهي تكون string public string ايميل، ونبدأ نستعمل هنا الداتا annotation بتاعتي، اسميها هنا ايميل address، وطبعا ده هيكون required عندي. تمام. طيب بعد كده هبدأ اعمل برضه property جديدة اخليها لي
اليوزر نيم، وبروبرتي أخيرة برضه هتكون للباسورد. تمام. هقول له ان هنا برضه في اليوزر نيم انا عايز يكون required، وفي الباسورد عايز يكون required. انا هنضيف حاجه كمان، عايزين نقول ان ده باسورد، فاساس ان هو طبق برضه الفاليديشنز بتاعته، فاقول له ان الداتا تايب اللي احنا عايزين نستخدمها هي داتا تايب باسورد، هي برضه اللي هتعمل الجزئيه ديت. طيب تمام، ادي كده ده ريجستر دي تي او. عايزين نعمل اليوزر دي تي او. اليوزر دي تي او احنا عايزين نعرض هنا الايميل واليوزر. خلينا ناخدهم من هنا. طبعا هو مش هيكونوا required لان هو بس هيستخدموا للعرض، مش هيستخدموا لان هو يتم عليهم اي نوع من انواع الكريت او حاجه زي كده، مش هيستخدموا يعني في الاخر في الانبوتس. تمام. طيب هنيجي هنا نبدا نستخدمها. اول حاجه انا ايه اللي انا عايزه يطلع في الاخر؟ هو اليوزر دي تي او بتاعي. طيب تمام. وعايز ايه كمان؟ هيكون البارامتر بتاعي هيكون الريجستر دي تي او، واديله اسم الموديل. طيب تمام. هي مش هتكون تاسك اي اكشن ريزلت، هتكون اكشن ريزلت على طول. تمام. اول حاجه هنبدا نعمل تغير الكاتش بتاعتنا. انا عايز لما الكاتش هنا تخلص اقول له انا عايزك تريتيرن. تمام. وهنا كمان في الريتيرن بتاع الاكسبشنز اقول له اوكي. تمام. واقول له انا عايزك تاخد لي الريزلت. تمام. اللي هتكون من كلاس يوزر دي تي او. تمام. وهتكتب هنا برضه انا عملت الاقواس بتاعتي، واديله هنا فيها ال ex الداتا بتاعتي اللي انا عايز اعرضها. طيب هنا اقول له ايه اللي انا عايز اقول له؟ هل ده سكسس ولا فيل؟ لا، اقول له والله دوت فيل. دلوقتي احنا هنبدأ نمسك الاكسبشنز وهنديله هنا return اوكي result response dot fail dot execute message. طب هنبدأ هنا جوه الطوارئ، نبدأ نقول له بص يا سيدي انت مبدئيا، وهنا هنبدأ نشيك على المولد is valid ولا لأ. هنا احنا هنبدأ التعامل مع الكنترولرز بتتكون من ميثودز، كل ميثود جوه كنترولر معينة هي تابعة الكنترولر ده في خواص معينة. يعني أنا عندي هنا اليوزر أكونت، هنبدأ نكريت فيه الحاجات الخاصة باليوزر أكونت زي الريجستر زي اللوجن والحاجات دي كلها. طيب الريجستر ودي كلها اند بوينتس، الاند بوينتس بتتحط في ميثود زي ديت. طيب الميثود دي تتكون من ايه؟ وهل في اسلوب معين اقدر امشي بيه في الميثودز او الاند بوينتس اللي انا بكريتها في كل كنترولرز؟ طيب كل ميثود بتتكون من 3 حاجات اساسيه: هندله الداتا البيانات اللي جايه لي، تعامل مع الداتابيز، تجهيز البيانات للعرض للريسبونس. طيب نبدا نتعامل هنا مع الريجستر. اول حاجه انا جاي لي موديل من الريجستر دي تي او، فبتاكد من الداتا اللي جايه لي، هل الداتا اللي انا عامل لها تشيك من دي تي او تمام؟ هل فيها اي حاجه مكتوبه غلط؟ لو هي فيل بيرجع ان هي فيل. طيب بعد كده بتاكد هل الايميل او هل الداتا ديت هل هي كانت موجوده قبل كده؟ والله لو فقول له لا ده موجود، لو لا نخش في الخطوه اللي بعدها. كده اول خطوه عملناها ان احنا هندلنا وتعاملنا مع الداتا اللي جايه لي من ريكوست. نروح للخطوه اللي بعدها. الخطوه اللي بعدها ايه هي؟ الخطوه اللي بعدها هو ان احنا نبدا نتعامل مع الداتابيز. دلوقتي الداتا اللي احنا متاكد ان هي خلاص سليمه، هنبدا بقى نحفظها في الداتابيز عندي. فكرت هنا يوزر، وبكرت فيه كلاس من نيو كلاس اكونت، وبسجل فيه الداتا الجديده اللي جايه لي، وابدا احفظها عندي في الداتابيز. طيب لو الدنيا تمام خلاص يا عم، الدنيا اتحفظت والدنيا شغاله زي الفل خلاص. لو مش شغاله قول لي والله بدل ريكوست. طيب كده خلصنا الخطوه الثانيه ان احنا حفظنا البيانات بتاعتنا في الداتابيز. نروح للخطوه الثالثه والاخيره. ايه هي الخطوه الثالثه والاخيره؟ شكل الريسبونس. فبعمل هنا شكل الريسبونس اللي هيبدا يطلع لي من يوزر دي تي او، وهيئه في فاريبل. بعد كده خالص بديله الاوكي،
وهنا result response دوت success وبتديها فيها الفاليو بتاع التاني داتا وبعتني فيها المسج. ده بيديني الميزه اللي بيديهاني ان انا هنا بقى عندي رابر بيبقى متكون فيه شكل الداتا اللي جايه لي وفي نفس الوقت ظبط الريسبونس. كانت الثلاث حاجات الاساسيه لكل ميثود احنا بنشتغل عليها اتظبطت. نيجي نطبق على نفس الموضوع ده في اللوج ان برضه. اللوج ان، هل الداتا اللي جايه لك تمام، هل اليوزر ده موجود ولا لا، تمام. بعد كده ببدا اعمل عمليه اللوجين بتاعتي. بعد ما باعمل عملية اللوجين بتاعتي، هل عملية اللوجين تمام. لو مش تمام والله يقول لي ان في عندك ايرورز وطلع لي الايرورز، ودي بتشيك فيها انواع الايرورز الموجوده. هل هو از لوكد اوت، هل هو از نوت الاود، هل هو ريكوايرز تو فاكتور. وفي الاخر خالص بيقولوا لا ده ممكن ايميل باسورد غلط. جميل. في الاخر خالص بعد ما بخلص بكتب هنا ريتيرن يوزر، بهيئ الحاجه بتاعتي دي الريسبونس اللي بيطلع لي وبديها له. تمام. نيجي هنا مثلا نروح للكنترولرز بقى الاساسيه اللي بيكون فيها الكارد اوبريشن بشكل عام. طيب هنيجي نبص على الجيت اول اللي هي الجيت بانر. هنا بتكون من اي انيمال عشان انا بعرض ليست او اري، مش بعرض حاجه واحده، فبالتالي بحطها في اي انيمال. هتيجي تقول لي ايه ده هي عباره عن سطرين، فين الثلاث خطوات يا باشمهندس؟ نيجي نسال نفسنا، هل انا جاي عندي موديلز عشان اتشيك عنها؟ لا، يبقى كده اول خطوه واحد. طيب تاني خطوه، انا محتاج اتعامل مع الداتابيز. بعد ما اتعامل مع الداتابيز محتاج اعرضها، فادي الفاريبل بتاع الداتابيز ان الدنيا تمام، انا عايز الفاريبل ده، وبعد كده ببصيه هنا. طيب الخطوه الثالثه لو هو ما جاش، فباجي هنا اقول ان انا عامل اكسبشن بيكاتش الايرورز وبيطلعها لي في مسج. جميل. نفس الموضوع هنا في الجيت اي دي، جيت باي اي دي، ولكن احنا المره دي بقى عندنا اي دي، بقى عندنا حاجه جايه لنا في ال بقى عندنا حاجه جايه في البارامترز في الريكوست بتاعي، في الريكوست بتاعي. هنا باجي اقول له فارب، انا بتشيك اذا كان الجيت باي اي ده موجود ولا لا. لو مش موجود، لا يا عم قول له ده مش موجود. لو موجود خلاص رجع لي الداتا بتاعتي. تمام. نفس الموضوع في كل حاجه. جميل جدا. تمام. هنا حتى في البوست، خلينا نبص برضه على، لا خلينا ناخد البوت فيها اكتر. ادي البوت اللي هنا بقول له فيها عندك تو بارامترز، واحد اي دي هيتحط فيه البارامز، والبانر هيجي لك في ريكوست دوت البادي. جميل. اول حاجه بماتش، بشوف هل الاثنين دولت نفس الاي دي اصلا ولا لا. بقول له الاي دي اللي جاي لك، لو هو مش نفس الماتشنج بقول له في حاجه غلط. طيب بعد كده بتشيك هل الاي دي بقى اصلا ده موجود عندي ولا لا. طيب بعد لو هو موجود بقول له خلاص اعمل لي ديتاتش على الاكزيستنج انتيتي فروم ذا كونتكست. تمام، اعمل لي ديتاتش عليها، وابدا اعمل لي ابديت لل للبانر للبانر الجديد. وبعد كده بقول له كومبليت اسync. في الاخر خالص بديله الداتا اللي انا عايز اطلعها الجديده، وبديله الداتا الجديده بتاعتي في الريسبونس. يبقى كده اللي احنا اتعلمناه ان دايما الكنترولز في الميثودز بتاعتها بتتقسم لي 3 خطوات اساسيه في الاغلب. اول خطوه ان انا بتشيك هل الداتا اللي جايه لي صحيحه، من الفاليديشنز بتاعتي، هل هي صحيحه وموجوده في الداتابيز او مش موجوده في الداتابيز، فببدا على الاساس ده بعمل كونديشن. الخطوه الثانيه بقوم اتعامل مع الداتابيز، اجيب من البيانات دي من الداتابيز او احفظ البيانات دي في الداتابيز. الخطوه الثالثه ببدا اجهز الريسبونس اللي عايز يطلع من الداتا او من الميثود عشان اوريه لي اللي هيشتغل على الكود بتاعه في الفرونت اند. تمام. اتوقع كده الدنيا سهله باذن الله. دلوقتي بعد ما خلصنا الشرح الكنترولرز، هنبدا دلوقتي نروح لعمليه هوستنج. هنبدأ نرفع على مونستر اي اس بي المشروع بتاعنا. السلام عليكم. بما ان احنا خلاص خلصنا الابلكيشن بتاعنا وخلصنا الاي بي ايز اللي موجوده فيه كلها، دلوقتي هنبدا نرفعه على السيرفر. طيب السيرفر اللي احنا نبدا نشتغل عليه هو مونستر اي اس بي دوت نت، كان شرحه باشمهندس محمد الهلالي قبل كده. والسيرفر ده هيدي لك يعني مميزات ان انت ترفع عليها مشروع الدوت نت بتاعتك مستريح، وكمان تقدر ترفع عليها المايكروسوفت سيكوال سيرفر بتاعتك على الداتابيز. فاول حاجه هنبدا نعملها نروح للويب سايت، وهنروح هنا للاد ويب سايت. هنبدا نختار الفري فيرجن بتاعتنا. تمام. طيب اسم المشروع هنسميه ايه؟ والله انا هسميه نيوز اي بي اي.
تمام. الريجن بتاعنا يوب، ما نقدرش نسلكت، ودي الحاجات اللي احنا عايزين نكريتها. تمام كده. تمام كده بقى عندي المشروع، انا بقى عندي enabled. بعد ما يكون عندي enabled اخش اشوف الملفات اللي جواه هنا. تمام. هو انا هخش الفايلز، عندي هنا الملف البرايفت ده انا مش عايزه، انا همسحه، مش هحتاجه في حاجه. وريستارت الابلكيشن صحيح. وملف ال www root انا هكلين الفولدرز اللي جواه علشان يكون عندي الملفات اللي انا هبدا ارفعها بعد كده تكون جوه الملف ده. هيكون عندي هنا الاوفر فيو. عندي هنا لو انا عايز ابص على الويب سايت هتلاقيه فمفيش اي داتا جوه، احنا خلاص مسحنا كل الداتا اللي جواه. هيبدا ان احنا نعمل له ديبلويمنت. فاحنا نروح هنا على الديبلوي بيج، هنقول له هنا انا عايز اداونلود الببلش بروفايل بتاعي. تمام. اقول له هنا enable واداونلود الببلش بروفايل بتاعي. طيب خلينا نحمل الملف. هنا الفولدر بتاعي نزل. لو انا جيت هنا فتحت الايميل بتاعي، هنا هيقول لي ان انت بقى عندك والله ويب سايت جديد، واللوجين بتاعك والباسورد بتاعك والداتا بتاعتك اهيت. طيب نرجع تاني هنا، نبدا دلوقتي نكريت الداتابيز بتاعتنا. طيب خلينا نروح باك، يلا الداتابيز، هنقول له اد نيو داتابيز، هنختار الفري فيرجن بتاعتنا، هيكون يوب. احنا عايزينها هنا ماشي، اللي هو اخترنا هنا برضه مايكروسوفت سيكوال مانجمنت انجلش كريت. بعد ما اتعمل لها enabled هنبدأ نخش على الملفات بتاعتنا ونشوف الحاجات اللي عندنا. نقدر الكونكشن سترينج هنا، الحاجة بتاعتي اقدر اخدها بالباسورد والحاجات دي كلها. طبعا احنا مش هنوري الباسورد، انا اقدر ناخد الكونكشن سترينج. اكشلي برضه انا لو رجعت بصيت على الايميل هتلاقي هناك كانت لي برضه الايميل وفي الباسورد في كل الداتا بتاعتي اللي انا اقدر اخدها. تمام. هنروح لليوزرز عندنا هنا وهنقول له ريموت اكسس على اساس ان اقدر اكسسه من الفيجوال ستوديو بتاعي. هقول له انيبلد. كده انا بقى معايا الموضوع بابليك. اقدر بعد كده ابدا اخد بقى الكونكشن سترينج اللي اتبعتت لي هنا على الداتابيز، اقدر اخدها هنا كلها كده كوبي، واروح هنا للنيوز اب اي بي اي للاب سيتنجز جيسون، ابدا اغير هنا الديفولت كونكشن، واغير هنا برضو الاب ايدنتيتي، وهنا هبدا برضو احط البابليك بتاعي. هنبدا بقى دلوقتي هنعمل ببلش للمشروع بتاعنا عن طريق الكودينج اللي احنا عملناه، اللي هو المشروع الباك اند اي بي اي. هنقول له امبورت فايل، هقول له نيكست. الفايل ده هتبراوزه، اللي هو الفايل اللي احنا عملنا له داونلود، كان جوه الباك اند اللي هو دوت، هو ده. هقول له نيكست او فينيش بقى. هنا الفايل عندي اتكريت. هبدأ هنا أبدأ أعدل في الحاجات بتاعته. هبدأ أخليه من ويب بورتابل لويندوز اكشلي مش 64 أو ويندوز 86. بعد كده أقول له سيف. بعد كده هبدأ أقول له ببلش. الموضوع بياخد وقت، أو بعد ما نخلص على طول هنبدأ نكمل ونبدأ نرفع الداتابيز بتاعتنا. طيب الحمد لله بعد ما اترفع المشروع بتاعنا هنبدأ دلوقتي نرفع كمان الداتابيز بتاعتنا. هنروح هنا في تمام. قبل ما نبدأ نعدل في الباكج مانجر كونسول ونرجع للاب سيتنجز، نحط بس هنا دوت ونكتب هنا بابليك. هنكتب هنا بابليك وهناخدها برضو كوبي ونحطها هنا كمان. طيب هنبدأ بقى نقول له انا عايز اعمل لي في الانفراستراكشر بتاعي، عايز اعمل ابديت للداتابيز. واقول انتر. كده انا برفع الداتابيز كلها، بس هو هيقول لك انت عندك اكتر من دي بي كونتكست، فاقول له هنا سلاش كونتكست. نبدا نرفع له اول كونتكست عندنا.
هو الاب دي بي كونتكست. خلينا ناخد كده كوبي ونقول له ابديت. تمام، بيرفعها. بعد ما خلصناها هنروح نرفع كمان الايدنتيتي دي بي كونتكست. ونرفعها هي كمان. دلوقتي لما نيجي نرجع هنا، نيجي نرجع للداتابيز، نبص على الفولدر بتاع التيبلز، تلاقي عندي الايدنتيتي، حاجات بتاعت الايدنتيتي بتاعت الاكونت مرفوعه، والحاجات بتاعت البانرز برضه مرفوعه، والكاتيجوري والنيوز. جميل. نبدا دلوقتي ناخد الاي بي اي ديت ونفتح بيها البوست مان ونبدا نتست. خلينا حتى برضه في الاوقات ديت نرن البروجكت بتاعنا. طيب احنا هنا دلوقتي فتحنا البوست مان بتاعنا، هنبدا نكريت نيو. خلينا نكريت هنا مثلا، نكريت نيو كولكشن، وهنسميها باسم المشروع بتاعنا اللي هو النيوز اي بي اي. نيوز اي بي اي. تمام. وجوه النيوز اي بي اي هنبدا نكريت فولدر. خليه نبدا مثلا ب اليوزر اكونت، خلينا نسميه اليوزر اكونت. يوزر اكونت. ونبدا ناد اول ريكوست لينا. خلينا نبدا مثلا نجرب هنا نقول بوست، وهنبدا نحط الدومين او اليو ار ال. نبدا ناخد هنا مثلا فين اليوزر اكونت، خلينا ناخد الريجستر. هو اي بي اي سلاش يوزر اكونت سلاش ريجستر. نرجع هنا اي بي اي سلاش يوزر اكونت سلاش ريجستر. طيب تمام. في البادي مني باخد هنا في البادي دوت رو دوت جيسون. هو بياخد ايه؟ خلينا هنا نتراي اوت، ناخد الداتا اللي هو بياخدها هنا ونحطها هنا كمان. هقول له طب انت بتاخد ايميل سترينج الباسورد، طبعا نكتب الباسورد بالصيغه اللي هو عايزها 1 2 3. وخلينا نجرب سنت. تمام كده عندي الداتابيز اشتغلت وحافظها في الداتابيز. نبدا بقى نكريت الفولدرز بتاعتنا بتاعت البوست مان، وبعد ما خلصها نرجعها عشان اقول لكم دلوقتي تبداوا تشيروها ازاي للشخص اللي هيستخدمها في الفرونت اند، سواء كان موبايل ابلكيشن او حتى ويب سايتس. دلوقتي احنا جهزنا الفايلات بتاعتنا. عندنا اليوزر اكونت فيه ريجستر واللوجن، عندنا البانرز فيها الجيت اول والكرييت والجيت باي اي دي والابديت والديليت. كل حاجه احنا عملناها جاهزه بشكل كامل متكامل. هنا في الجيت باي اي دي بديله هنا الاي دي، ولو الاي دي موجود بيديني الداتا بتاعته، لو هو مش موجود بيديني ايه؟ ان هو بانرز نوت فاوند. تمام. دلوقتي احنا بعد ما خلصنا الموضوع ده هنبدا نروح انا عند النيوز اي بي اي، هقول له شير. دلوقتي جبت الايميل اللي انا عايز ابعته ليه، وهقول له هنا انفايت. تمام. هو هنا يبقى يقدر بقى يخش على الاي بي اي ديت، يقدر يكونكت عليها. حتى لو انا عايز هنا شير اضيف حد تاني، اقدر اضيف حد تاني فيقدر يبص عليه. هنا مثلا هقول له تيك اللينك، اوكي، يقدر مثلا ابعتها لاي حد يقدر يشتغل عليه. تمام كده. ده المشروع مرفعنا. اتوقع ان هو يكون سهل لذيذ، واتمنى ان هو يكون يعجبكم. لو احتجتوا اي سؤال اكيد تقدروا تسألوا في الكومنتات. هرفع حتى الريبوزيتوري بتاع المشروع كله على الجيت هاب، واقدر ابعته لكم عشان برضه اللي عايز يحب يشوف الكود عن دوت نفسه. شكرا جدا ليكم.